باهي ريتو لي برشا ما صورتلكمش حتى فيديو وفلوجيت وفزيت. انا بيجي ما كنتش نبي نصور اليوم على خاطر يعني ليه برشا ريتو مازلت غير كي جيت وباش نعمل عندي حاجه عندها علاقه بالجامعه اكيد وكذا. بالنسبه للعباد اللي ما همش قاعد يشوفوا في الانستغرام ولا حاجه فما برشا ابديتس. المهم تو نحكي لكم عليها في فيديو اخر، نهبط لكم زاد هكا فلوج بالنهار هذاك اللي هو عنده علاقه بعقد القران وكذا. العباد اللي ما في بالهاش بالنسبه للموست اوف العباد شافوا في الانستغرام الستوريز نتاع لاله زهره، مع اني قلت لها ما تشاركش وما تهبطش حتى حاجه، اما هبطت دونك شاركت انا الستوريز نتاعها في الانستغرام. anyways guys خليني نحكي لكم على الحاجه اللي حبيت نحكيها لكم اليوم باش ما ننساهاش وباش تخرج لي من مخي يعني كومبليتمون، اللي هي بالنسبه للعباد ما تحبش تتفرج في الحكايه كامله. باش نقول لكم من الاخر، اي طفله عندها مناسبه، عرس، عقد، خطوبه وما الى ذلك، الغلطه اللي عملتها انا اللي انا اي تشيكد الخدمه نتاع الميك اب ارتست بين قوسين. يعني نشوف في الانستغرام ولا في الفيسبوك التصاوير نتاع العرايس يتخرجهم ولا باي ذا واي. انا راني العباد اللي هكا هبط سالتني ولا حاجه راهو ماهوش عرس، راهو جوست عقد يعني عقد يعني عقد قران يعني فهمتوا، كتب كتاب يعني ماهوش عرس ولا حاجه. anyways guys دونك اي واحده باش تعمل اي حاجه ما تشوفش كان الخدمه نتاع الميك اب ارتست، ما تشوفش كان تصاوير نتاع العرايس يتخرجهم ولا نسالي كيفاش تعملهم ولا حاجه. اهم حاجه واحده من اهم الحاجات اللي لازمكم تعملوها هو انكم تسالوا على الاخلاق، اللي هي دي كانت غلطه وما كانش في بالي خاطر ما قال لي عليها حتى حد. ماشي في بالي كي باش نشوف الخدمه نتاع المراه اللي تخدم يعني اوكي بيرفكت، ما مشيش البالي انه زاده راي 50% خدمه 50% اخلاق. معناها عرفتوا بالنسبه لي انا اذا كنت تردني سوبر 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 بال اما الاخلاق صفر فريمون ما حاشيش بها، على خاطر تفسد لي اخلاقي تفسد لي موتي. وهاني باش نحكي لكم تو الحكايه كامله. ثاني حاجه اللي انا مش باش نجبد لا اسمها لا السونتر نتاعها حتى التصوير، قلت لها ما تصورينيش وما تهبطينيش باش العباد ما تعرفش اني عملت عندها باش ما يوليش تشهير وكل الكلام هذاك. مع انه مرات العبد لازم ينبه البنات اللي في قفصه اللي يحبوا يعملوا ينجموا يسالوني في البريفي، معناها يا اخي انا باش نعمل عندها ذيك وذيك، يا اخي ذيك هي اللي عملتي عندها ولا لا. ماهيش مشكل باش نقول خاطر لازمني نقول اي وش ان عبد قال لي قبل، اما باش نجي نحكي باش نهبط عليها هي ولا على اسمها ما عنديش حتى منفعه من الشيء هذا فهمتوا. المنفعه الوحيده اللي انا نحكي لكم شنو الحاجات اللي صاروا معايا، ونحكي لكم زاد انه لازمكم تسالوا على الاخلاق على الاخلاق على الاخلاق على الاخلاق. باهي يا سيدي المراه هذه شفت الخدمه نتاعها في الفيسبوك عجبتني على الاخر. اوكي مريقله معناها عرفت كيما حبيت انا، ما حسيتش هكا فما ميك اب يعني اوفر ولا فازه، مع انه فما برشا ميك اب ارتست في قفصه معناها باهين على الاخر. فما واحده حبيت نعمل عندها ما لقيتهاش ديسبونيبل. المهم جايز دونك كلمتها خديت نلقاها ديسبونيبل كذا. اوكي باش نعمل راهو باش عندي عقد وفازت كيف من هكاكا. مشيت ساعه عرفتوا كيف الاول تحسوا الانرجي نتاعها من حتى من قبل بنهار. اجا انا مشيت عملت عندها الظوافري وكل مش عندها هي عند الزوز اللي يخدموا عندها. الزوز اللي يخدموا عندها فله يعني اذا كان يتفرج في الفيديو راني بالحق عجبوني على الاخر ودخلوا لقلبي على الاخر على الاخر على الاخر، حبيتهم ديجا في الاخر عنقتهم هما وخرجت ما حبيتش حتى نشوف وجهها. انا بالنسبه لها هي ريتها كان عرفتوا كتحسها رزينه شوي. باهي يا سيدي نقولوا مثال كل واحد خليقات على قده، كل واحد معناها هكا القبول عند العباد ماهوش كيما مش كيما يعني مش كل عبد وكيفاش. باهي انا كي مشيت قالت لي الطفله اللي هي شاده قالت لي اختي تحبي تخرجي؟ قلت لها انا نحب نخرج زن 6. قالت لي باهي هاي 3 مالا. قلت انا باهي تو نجي ساعتين ونص. بعد كلمتني طفله تخدم عندها في التليفون وكذا، مشيت قدت لي شعري وكذا وكل بارامو هي كانت عامله اني نجي 2 ساعة ولا فازه كيف من هكا. المهم يا اخي جت قلت لها راني في اني انا جيت 3 مخر بساعه معناها على اساس فهمت اني تنجي 2 ساعة نجم نخرج 7 مش مشكل، اما انا راني حبيت نجي بكري. قالت لي هاي 3 حبيت نجي بكري باش نعطيك وقت، ما حبيت نجي 2 ساعة ونص. يا اخي قالت لي يا اخي انت ماشي في بالك انا كي الحجامات الاخرين نقول لك وقتاش تخرج تقولي لي 6 معناها خرجك 8 كي عرفتوا ديجا اللي دخلت يعني تحسها مش مثلا ليت انا نبدا نتفرج في ستوريز هكا فما برشا وحايد هكا ميك اب ارتست مساره وكذا، نشوفهم كيفاش يبدوا يصوروا في الخدمه اللي يخدموا فيها ويبدوا فرحانين بالعرايس بين قوسين كلكو سواء عروس ولا اللي هو يبدوا فرحانين بيهم وعاملين لهم جو. عرفت كي I was expecting this نوعا ما نتاع اوريدي الانسان متوتر شوي من حاجه كيف من هكا اول مره باش يعملها. يعني الحجامه نوعا ما هي اكثر واحده هكا
تكون شهلوله تفرح بيك، تكون خليقاتها سمحه وكذا. المهم هذا ما لقيتهاش غير ما نحكوا عليه، يعني الباز اصلا ما لقيناهاش، الحاجه المينيموم المطلوبه ما لقيناهاش. anyways قالت لي كيف، قلت لها انا بدون يا اخي معاك، قالوا لها لا راهي حابه تعطيك وقت فليكسيبيليتي معناها اكثر وقت وكذا. قلت لي انا راني مربوطه، راني عندي بنتي تكمل الخمسه، ولي يقص عليك ونخرج نجيب. عرفتوا كي كانت تحكي يعني ريتو نقول، حتى حكيت مع زهره وكذا، زهره ديجا مشت معايا نهارتها، راهي نفس الكلام ينجم يتقلب بمليون طريقه، مع نفس الكلام تاع عندي بنتي وكذا ينجم يتقلب بتربيه وباخلاق سمحه، كيما ينجم يقلب نطره وبهكا نتاع عندي بنتي انا راهو تنمشي نجيبها الخمسه مربوطه راني باها درش. اخي انت ماشي في بالك انا كي الحجمات الاخرين، عرفتك تحكي كيكا اسيدي. هذا الكل قلنا ميسالش بالكش، كل شيء بالكش عرفتوا ديجا. ماذا بيا الفيديو هذا ما نعملش ايديتنج يعني باش نهبطه طول، خاطر والله عندي وقت وغدوه نقرا وكانت خدمه وكان سفر وكان كذا، دونك كل شيء كتبت هنا باش ما ننساش. المهم جايز من بعد مشينا دخلنا على اساس يعني باش تدخل البيت. قلت لي هيا باش تدخل البيت يا اخي، قلت لها نجم صاحبتي تدخل معايا، قلت لي لا يا اخي. قلت لها راهي ماهيش باش تصور، ماهيش تعمل حاجه. قالت لي لا. قلت لها راهي تركيا ضيفه باش تبقى 3 سوايع معناها البرا وحده. قلت لي يا اخي انت ماشي في بالك تنقى في وجهك 3 سوايع يا اخي. قلت لها المراه قلت لي تخرجي 6 وهي 3، اش معناه 3 اظن. قلت لي لا ما عملنا هكا وهكا وهكا كان اوكي. قلت لها باهي ميساج. مشيت قلت لزهره ديجا عرفت انا بديت مودي يفسد شوي نوعا ما، قلت لزهره ميساج. قلت لي لا ميساج تنبقى البرا وكذا وكذا وكذا. هاي يا سيدي قلت لي طول هاي. قلت لها نجم نوري لك يعني عرفتوا لي 3 شهور ولا 4 شهور حتى ما كانتش بلان حكايه العقد تو في الوقت هذا. انا نفرج في برشا فيديوهات، عرفتوا كنحب نوعا ما الفاونديشن كيفاش تكون عندي روج نوعا ما اللون حاجتي بيه، فهمتوا سبحان الله اي واحد باش يمشي يعمل ميك اب يبدا فما حاجات نافح فيها. قلت لها ما نوريلكش الحاجات اللي انا قالت لي خليني نعمل لك حاجه تواتي وجهك. قلت لها اي ما فما حاجات يعني انا نافحه فيهم معناها، وبعد اعطيني رايك. باهي قالت لي هيا. وريت لها كا وكذا تشوفوا. المهم شافت الفازات اللي انا وريتهم لها. من بعد هيا قالت لي اكا بدت تعملي في الميك اب وكذا باش ما ننساش انا الحاجات اللي كتبتهم. بدت تعملي في الميك اب. من بعد جاء اسامه اللي هو المصور. انا قلت بالاخلاق هذه نتاعها حتى المصور مش تخليه يصور. جاء يعني المصور عرفته باش يعمل فيديو نوعا ما سينماتيك، كان لبسه محطوطه في شيره وكيفاش ميك اب ارتست قاعده تعمل ميك اب ارتست. يا اخي قلت هذه مش باش تخليه يدخل. قلت لها راه نجم المصور يصور كذا وكذا. يا اخي قالت لي اي مش مشكل خلينا نشوفها هنا الساعه. سيدي تعرفوا ربي هز عبد وحط عبد، ولا تضحك ولا تحكي معاه المصوره جاء هو وجيبوا الديكور وبروا كان كيوري يجيبوا الضوء. وفما فازه اللي هي عرفتوا كان بقيت عامله هكا في مخي. ريتو ديما نشوف زاده كيف العبد ما يطلعش الاكسبكتيشنز نتاعه برشا لا بحاله، اما ديما نشوف انه العروس هكا ولا اي كل سواء انت شنو باش تعملي ميك اب ولا حاجه ديما يلبسوها كالفازه، عرفتوا كالساتان كاللبسه اللي عندها علاقه يعني عرفتوا كل تتلبس في الحجامات. هي قلت اوكي مش لازم، انا مشيت بلبس عادي يعني عرفتوا كلاجينج وسيرو تريكو معناها حاجات معناها خفيفه وكذا. قلت بليكش ما عندهمش الفازه هذه. كي جا المصور باش يصور وفي انه باش يصور لها هي زاد الاسم نتاعها، وانا والله العظيم ما كانش عندي حتى عرفتوا هكا جرام تاع فان اذا كان ناوي تهز الفيديو ولا حاجه ما يقلقنيش، تهز البارتي اللي حاجتها باها وما فريمون ما قلقنيش الفازه. دونك بارو جيبوا الضوء بارو جيبوا كذا. بعد قلت لها جيبي لها كالوحده الموف تلبسها. يعني كي جاء المصور باش يوري هي الخدمه نتاعها والسونتر نتاعها وكذا، لازمها هي تبين للعباد انه العرايس كي يجوا يبدو لابسين وحده ساتان. اوركو هي ما صارتش الفازه اللي جت لبستها لي جوست على خاطر المصور، ولا تريقل في الضوء ولا تريقل في الديكور. جاء المصور صحاب احنا وياه احنا المصور باش يعمل لي قلت لها جوست تعملي هكا ضربات. قلت له هو استنى ظفري مش مردوءه يعني راكي راني مش قاعدين نعملوا في فيديو نتاع ماركتينغ للسونتر نتاعك، راهو الفيديو نتاعي انا ما يهمنيش العباد ما باش يخزروا صبعك يعني اصلا. يا اخي قلت لها لحظه بربي نمشي نليم صبعي وش تجري تليم في صباحها. من بعد جاء قلت لها ايدي هكا درش بها وايدي درش بها وتحكي مع المصور اوكي ميسالش يعني نافها هكا فازه اول مره باش تعمل. انا هذا كله كنقول باهي ميسالش سورتو ان العبد في النهار هذاك ما لازمش يخلي حتى حاجه توتر، عرفت كيفاش يعني خاطر اخلاقها تفسد فهمتوا. المهم جايز من بعد خلوني نقول لكم على الفازه الاخرى. من بعد بديت
تحكي مع المصور، قلها راني نعمل ستيل سينماتيك، ستيل هكا كانه فيلم وكذا، نعمل هكا حاجات سلو موشن. نسيتي سيبتني انا وقعدت تحكي مع المصور، قلت له نموت عليها انا فاس سلو موشن. عرفت انا وليت نضحك نتاع يا اخي قاعدين يا اخي الفيديو نتاعك انت ولا نتاعي انا معناها. من بعد قلت له تراه قال لي انه ازين جهه، قلت له الجهه هذه وكذا، بدا يصور في الجهه هذه، بعد صار في الجهه هذه يا اخي. قلت له اسمعني، عندها دي سيكاتريس هذوما بدلهم لها، عندها السكارز هذوك نتاع الاكني ما تخليهمش باينين. يا بنتي ايش مدخلك يعني، ايش مدخلك؟ انا نحبهم، انا وجهي كاكا، وهذاك الفيديو تاعي انا نحبه يبان يعني. ريتو هي تحب ان البارتيه هذيك كي تهزها تبان هي خدمتها بارفيت وكذا، اما هي اصلا اول حاجه ما شاورتنيش نتاع يا اخي نجم نهز الفيديو ولا لا. ديجا بعد الفازات اللي صاروا تو نحكي لكم، قلت المصور ما يعطيهاش على خاطر انا ما عنديش الحق باش تهز الفيديو. هذا كان يعني كي تشاور اصلا نفكر انا نعطيها ولا ما نعطيش على النهار اللي عدتهولي. وثاني حاجه تهزها كيكه من غير ما تشاور يعني ان شاء الله لاباس معناه نتاع اردعي لها وجهها، تعالي اعملي لها سيروم خلي تنحو التعطيش. يا بنتي ايش مدخلك هذاك شعري، انا نحب نشوفه شعري كيكه مطعشت، انا نحب وجهي كيكه يبان كيما هو معناها، مش باش يبان انت في السونتر نتاعك تردي في العباد بارفي معناها. فهمتوا كيفاش جايز. المهم بعد سيدي كما قلت لكم تضحك وترقل في الديكور وتجيب في الاضواء وحالتها حليله والدتي ولا باش يصور وكل. بعد قلت لي باش نقص عليك باش نمشي نجيب بنتي وكذا. قلت لها ميساج بقى المصور سيدي لو يقد في اللبس على اساس مصورتي عاود يرجع لي بعد باش يصور معناها هكا الفازات الاخرانيين. يا سيدي مشيت انا نحكي لزهره، عرفت قلت لي رد جميل دخل حسيت الانرجي سافا با، فهمتوا يعني. ترى كيفاش يا سيدي وانسانه رزينه سبحان ربي معناها. فما عباد يبدو زاد رزان اما اخلاقهم باهيه يضحكوا العباد وكذا ميسالش، اما هذه راهي جايه يا سيدي تعرفوا والله العظيم تقول قلت لها بربي بجاه ربي تعملي عليا مزيان اعملي لي مكياج بلاش، يعني راني عاطيه فلوس المينيموم اصلا نتاع الاخلاق ماهوش موجود، خليه باش تبدا فرحانه بيك وشهلوله بيك وهكا بيك. هذاك نسيناه اصلا كومبليتمون ومايش في بالها بيان سور ان عندي يوتيوب شانل ومايش في بالها بحد شيء يعني. ممكن كان جا في بالها راهي ولد تعمل لي كيما المصور معناها راهي ولد فرحانه كا وتصور ودرا شنو. انا هذاك الخير خاطر ماذا بيا يعني اللي نحسها انا نفسها اللي باش يحسها اي عبد اخر معناها كيلكو سوا هو منين جاي وشني خدمته وما الى ذلك. المهم جايز اسيدي المكياج عملتهولي وكل الحواجب نتاعي مثالي كبيره شوي. بون المكياج نتاعها ما نحكوش فيه باش كل عبد يعطي حقه، المكياج بيرفكت يعني كيما قلت لكم الخدمه باهيه طياره على الاخر 100% ساتيسفايد على الاخر بخلاف الاخلاق. جوست هكا شويه الحواجب باش نقولها تنقص لي فيهم وكذا. ام بيان سور مكياج تعمل عرفتوا هكا البلاصه اللي تاكل فيها مسيت هكا شويه تفسخ هكا شوي. اما بيان سور يعني كي تعملي مكياج لازم تعمل الفيكساتور معناها عرفتوا كالفيكسينغ سبراي خاطر باش نسلم على العباد باش نلبس لبسه باش نشرب ماء اكيد باش يتفسخ معناها. هاي يا سيدي جت هاي تقول هاي هكا راهي ممروجه تقول دراش تعمل. هاي يا سيدي مشينا رجعت لداخل يا اخي قالت تمس هذا والطفله اللي معاها قاعده اللي تخدم معاها معناها تمس هذا عليه هكا عليه الخشم زاد تفسخ عليه يا اخي كيفاش تحكي مع الطفله هكا تعيط عليها معناها يعني عرفتوا هكا نتاع عبد ولا على اعصابه وليت بريسك نرعش انا من الفازات هذي يا اخي سامحني يعني باش تعملي مكياج باش يبقى كيكه مش باش يتمس اكيد باش يتمس بمليون حاجه والاخلاق نتاعها ديجا عبد يبخس عبد قدامك انت ديجا تتقلق هكا وتولي على اعصابك. المهم مشيت باش تجبد لي شعري باش تعمل لي شعري عرفتوا هكا تجبد فيها كتقولي استني ما تجيش معايا انت ما ترجعيش معايا كيكايه يا ولادي باش نمشي نقوم عملت لي شوافر كيف باش نمشي نقوم ريت اول مره راكب شوافر هكا عينيا ما نشوفش باب الكدا قلت لي باري شوف في المرايه الاخرى انا ماشي وهي تقص في المرايه هذه قلت لي هي المرايه هذه يا ولدي شلكتني المراه يعني ليترالي يعني اخلاق صفر وتحت من صفر ب2000 مره عرفتوا كيفاش. وهو علاش يعني ما حبيتش نسمي اسمها ولا الوحده بدها. اما كيما قلت لكم اي وحده باش تعمل في قفصه مثلا انت بعث لي تقول لي راني باش نعمل عند الفلانه الفلانيه اسكو هذيك اللي حكيت عليها ولا لا وانا تنقول اونستلي ما نحبش حتى وحده تعدى بالاكسبيريونس نتاعي انا. المهم جايز كملت لبستني قلت لها الحواجب نقصي لي فيهم وكذا قالت لي انت سازينك في حيواناتك خايتي حتى كلمه سمحه باش تقولها باخلاق زفت عرفتوا. قلت لها عرفتوا انا سي بون سكرت ما عادش عيني لا باش نحكي معاها لا باش نضحك لحد شيء هكا. فما شكون قال لي علاش ما كلمتيهاش يعني اخي قلت نكلمها هي بالاخلاق نتاعها كيكه تولي تعمل وهي على اعصابها وانا اون بلوس نولي على اعصابي ما حدش باش نفسد نهاري اللي هو اون بلوس عرفتوا ساعه كامله بعد ما كملت من عندها بقيت سافا با. المهم جايز
عملت لي شعري، قلت لي لا تنعمله لك الفوق، قلت لها لا اعمله على الحواجب، قلت لي راهو درا شنو وراه ودرا شنو، قلت لها لا اعمليه لي على الحواجب. عرفت سي بون اخلاقي، ما عادش عندي انرجي باش نعمل حتى شيء. ومن بعد كنت نحكي لزهره قلت لها راهي حابه تصورني وكذا، وانا عارفه روحي باش نعمل فيديو هذا، دونك ما نحبش اول حاجه ما نحبش تصورني، تهبطني كماركتينغ كوم سي يشوفوني عروسه محلاني، المكياج نتاعي محلاني وكذا، وراهي خدمتها باهيه تعمل بيا ماركتينغ بعد ما فسدت لي نهاري معناه. وثاني حاجه على خاطر باش نهبط الفيديو، فما برشا عباد يعني يعرفوا برشا حاجات في قفصه وعاملين لهم جامل الباجات نتاعهم وكذا، دونك تيشوفوني عملت عندها، دونك يعرفوا ان الفيديو اضاء لها هي. anyways guys كملت نسيتي عملت لي على اساس تجي تصورني. في الاول سالتني قالت لي نجم نصور، قلت لها ايه انا مش مشكل ما يقلقنيش. هيا سيدي قلت لي زهره اتس يور داي، معناها ما تخلي معناها ما هيش حاجه لها هي، ما تخليش ما تعمليش حتى حاجه معناها على جي العبد وانت مش حاسه براكي، انت هي نوعا ما ذا ستار اوف ذا داي، ما تخليش حتى حاجه تفسد لك مودك وكل شيء. هيا سيدي جت قلت لها راني متقلقه، عملت لي الحزام مكبوس وما عنديش انرجي باش نصور يعني وكذا، مشت على روحها. وفما حبيت نعمل على فيديو الفازابي، فما واحده قاعده ساعه بارامون الخليقات نتاع العباد اللي جاها زاده كيفها هي، يعني عرفتوا كالطيور على اشكالها تقع. هذه طبيبه في اللوجونس نتاع قفصه، انا وقت اللي عملت ستاج في قفصه كانت تخدم غادي، قلت نخزرها درا ولا نعرفها يا اختي سامحيني بربي، مش انت وقت عملت ستاج دو ميديسين في قفصه في اللوجونس نتاع قفصه انت تخدمي في قفصه يا اخي؟ قالت لي اي نعم. خزرت للزهره قلت لي يا اخي شبيهم هكا العباد هذوما، قلت لها شفت علاش خرجت من تونس على اخلاق الزفت هذه نتاع العباد، ماشي في بالها ما نعرفش شنو طبيبه تخدم فك الحفره نتاع سبيطار قفصه، ما نعرفش حاسبه في روحها. بار كونتر بتاتر فما عبادك كي يشوفوك انت اش تقرا واش تعمل وكيفاش حياتك يولوا يحترموك اكثر، لهذا بيان سور ما حاجتيش بيه. اما الاخلاق الزفته نتاع العباد هي اول حاجه خلتني نخرج من تونس. تمام بديت نعمل لكم عليه فيديو فازا دي. المهم مانيش مستاهله باش نزيد نعمل عليه فيديو ونهبط عليها. المهم اما بصراحه يعني بالحق شيء يحير. طفله بيدها جت قالت لي يا اخي بيهم يعني هكا معناها عرفتوا. anyways guys خرجت انا جاي المصور قلت له اسمع انا مش باش نصور، نحب كان نخرج من البلاصه هذه. قال لي شبيكي ودرا شنو؟ قلت له هاي نخرج وراني بالحق راني فديت يعني عرفتك روحي طلعت خرجت نراش. يا اخي تكلم في المصور قلت له ما نعرفش عليها قلبه وجهها هاي حتى تصوير ما حبيتش تصور. عرفت اول حاجه ماشي في بالها الكلام هذا مش باش نسمع مش باش يوصل لي. اما بالحق تبارك الله على الاخلاق يعني يا ريت ما عندي ما نقول، جوست حبيت نشارك معاكم الاكسبيرينس هذه باش منو هكا ما تغلطوش. اللي في قفصه ينجموا يسالوني نجاوبهم على راسي وعيني. اما باش ما نكونش قطعت رزاق ولا حاجه ما حبيتش نعمل هكا الفازه نتاع قطعت رزاق، مش باش نقطع رزاق انا يعني مش نجي نشهر بالسونتر نتاعها هي وبالاسم نتاعها هي. اما اذا كان واحده تجي تسالني طفله كيف تبدا فرحانه وحابه جو حابه يعني هكا شعور سمح او موا، انا مش نقول هذيك هي اللي عملت عندها ما تعمليش عندها على جل الاخلاق الصفر نتاعها. تحبي مكياج وما يهمكش في الاخلاق جو فور ات، المكياج نتاعها بيرفكت كيما قلت لكم مريق الامور عجبني على الاخر باش كل واحد يعطوا حقه. المهم جايز كيك سواء انتم في انا ولايه ماذا بيكم تسالوا عبد عامل عند الحاجه هذيك تقولوا له كيفاش كانت الاخلاق نتاعها، ولا كي تمشوا تحكوا معاها تشوفوا شنو تحسوا عندها معناها عرفت. خاطر هي من الاول كانت رزينه ما كنت نقول ميسالش سافا كذا كذا كذا، دونك ما تغلطوش نفس الغلطه دي على خاطر كيك سواء نهار اللي عندكم كيك سواء تخرج عقد خطوبه اللي هو راهو اوريدي العبد يبقى متوتر وماذا بيه يمشي العبد يزيد ينقص له ستريس يفرحه يكون فرفوش بيه ما يزيدش يفده. هذه هي كانت الفكره نتاع الفيديو. شكر اني ما غلطتش حتى غلطه باش ما نعملش اديتنج وفاسقه. نشوفكم ان شاء الله جايز في الفيديو الجاي وتو نحط لكم فلوج نتاع ايش يتسمى هو عقد القران عقد كتب الكتاب كيلكو سوا شنو اصداق فوالا فيديو نتاع اصداق تنهبطه لكم ان شاء الله ناخذ لكم هكا فازات مزيانه. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي جايز باي.